السلام عليكم. اللهم ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. انت ممكن تخسر فلوسك وترجع لك، وممكن تخسر شغلك وتلاقي شغل تاني، تخسر أشخاص وأصدقاء وناس وتلاقي برضو غيرهم. لكن في شيء واحد بس لو ضاع منك مش ممكن يرجع أبدا: الوقت. الحقيقة المرة اللي محدش بيقولها لك إن وقتك ده هو راس مالك الحقيقي، وانت عمال بتبرزقه كده يمين وشمال كأنك وارثه عن أبوك. احنا عايشين في دوامة، بنقضي كده أيامنا كلها بنستنى بكرة عشان يجي بكرة هو ده اللي يحل مشاكلنا، وفاكرين إن الساعات اللي احنا بنضيعها دي تسلية. بس الحقيقة إن كل دقيقة بتعدي من عمرك دي طوبة بتتشال من أساسيات مستقبلك. انت بتضيع وقتك في الرغي الفاضي وعلى السوشيال ميديا، وفي الآخر بتشتكي إن الدنيا واقفة ضدك مش واقفة معاك. تعال نتكلم النهاردة في القصة دي. ليه؟ الوقت ده هو الحاجة الوحيدة اللي مفيش فيها رجوع. فبلاش تبقى زي كده اللي بيحفر قبره بإيده. فياريت نفوق وناخد قرارنا كده بجد، لأن الفرصة اللي بتطير منك دلوقتي مش هتخبط على بابك تاني أبدا، والزمن ما بيصالحش أبدا اللي بيستهتر بيه. هديك مثال كده من الواقع. تخيل أب مراته توفت وبقى لوحده كده، شايل الشيلة لوحده كده في البيت مع بناته، وبناته دول في سن المراهقة. هو كان فاكر ان المسؤولية والرجولة هو ان هو يشتغل ويطحن نفسه في الشغل عشان يجيب فلوس وهو يوفر لهم كل حاجة مادية. كل يوم يخلص شغله يرجع البيت يرمي نفسه على الكنبة، يمسك الموبايل ويقعد يشتغل على الشاشة زي ما انتوا عارفين بالساعات، ويفصل عن العالم كله لغاية اما يجي ميعاد نومه ينام، يصحى الصبح يروح شغله يرجع، وهكذا. البنات كبروا ودخلوا في دوامة المراهقة والهموم، وهو في عالم تاني خالص، لا عارف هم بيعملوا ايه ولا ايه المشاكل اللي بتاكل فيهم ومقابلاهم بره ولا اي حاجة. فجأة جاله تليفون من المدرسة: بناتك فيهم وفيهم وفيهم، ومشاكلهم بقت على كل لسان، وفي حاجات صعبة جدا. الأب ده اتصدم لما عرف إن بناته كانوا محتاجين وقت يقعدوا فيه معاه، وقت يتكلموا معاه، يفضفضوا. الموضوع مش بس إن هو بيشتغل ويجيب فلوس ومصاريف وكده، لا، الموبايل كان سارق وقته، الوقت كان ضايع كله، والنتيجة كان خراب بيوت. دي عبرة عشان تعرف ان الوقت اللي بتوفره لبيتك هو اللي بيحميك وبيحمي اغلى ما تملك من الضياع. طيب ازاي احقق الموضوع ده على ارض الواقع؟ اول حاجة اعمل لنفسك خريطة كده كل يوم. ما تسيبش يومك يمشي كده على البركة كأنك ماشي كده بعشوائية كده من غير هدف. امسك ورقة وقلم كده واكتب ايه الحاجات، ايه التاسكات، ايه المهام اللي وراك من الصبح بدري، ورتبها الأهم فالمهم عشان تنجز اللي يهمك بجد، ووقتك يبقى فاضي لبيتك وأسرتك وولادك. بلاش بقى العك واللخبطة اللي بتخليك تخلص يومك كده وانت حاسس انك انت
ما حصلتش حاجة وتايه في الزحمة. خليك مرن في جدولك عشان لو حصل ظرف مفاجئ يقلب كيانك كده ما تقفش وتقعد تندب حظك كده وتلطم. كمل اللي وراك وهدي أعصابك وارجع كمل تاني. التنظيم ده هو اللي هيخليك باشا ومسيطر على وضعك وعلى بيتك، بدل ما انت عامل كده زي اللي بيخبط دماغه في الحيط كده شوية من كتر الضغط. وكل ما تنجز وتخلص اللي وراك هتلاقي ثقتك في نفسك زادت وبقيت قد المسؤولية قدام نفسك قبل الناس. طبعا المراجعة البسيطة دي لنهاية كل يوم بتديك الزتونة كده عن ايه تطورك وانتاجك وماشي ازاي وبيتك مش سايبه واسرتك. دي اهم حاجة، لان ده هو الطريق الوحيد لضمان الوصول لأهدافك بعيد عن اي عشوائية بتضيع فيها مجهودك وتعبك ووقتك. تاني حاجة، ادخل كده في العمق وسيبك من الدوشة. لما تيجي تشتغل مصلحة مهمة افصل الموبايل كده وارميه ورا ظهرك عشان مفيش حاجة تشتتك. الشغل اللي بتركيز بيخلص في ساعة، الشغل اللي من غير تركيز وبتشتت بياخد يوم كامل وبيضيع وقتك على الفاضي. فخليك دايما حريص انك تخلص مصلحتك في وقتها بدل ما تقعد كده تلف وتدور وتضيع ساعات في التشتيت وكلام ملوش لازمة بيستهلك طاقتك. وفر لنفسك كده جو هادي كده، حاجة بتساعدك كده على الإبداع والتفكير، وادي لنفسك فرصة انك انت تغوص في تفاصيل شغلك بتركيز تام. لما تخلص التاسك بتاعتك دي والشغل اللي وراك بتركيز هتحس بمتعة تانية خالص، وهتلاقي ان يومك لسه فيه بركة ووقتك زيادة. وقتك اللي انت الزيادة كنت بتضيعه في تشتيت نفسك يمين وشمال من غير داعي، ده اللي هيخليك تسبق غيرك كده بمراحل في مجالك. فخليك دايما حريص انك تدي كل مهمة حقها من غير تقطيع. والالتزام بده هيحول انتاجيتك لمستوى تاني خالص، وهتكتشف ان عندك طاقة وقدرة على الانجاز كنت فاكر انك انت ما تملكهاش. التركيز ده هو السر اللي بيفصل المحترف عن الهواة، انك تركز. تالت حاجة، استغل الوقوف عشان تطلع لقدام. وقت المواصلات في المترو، وقت الانتظار، قاعد في مصلحة وقاعد، ده مش وقت انك انت تفتح الفيس بس وتقعد تشوف ريلز وحاجات عبيطك زي كده عشان تشوف مين عمل ايه مين سوى ايه. لا، استغل الدقايق دي في انك تسمع حاجة تنفعك او تقرأ حاجة جديدة او تتعلم مهارة جديدة ترفع من قيمتك كده في سوق العمل. مجموع الدقايق دي في الاسبوع بيعمل ساعات، بعد كده بيعمل ساعات تعليم تقيلة تفرق معاك في مشوارك المهني او الشخصي. بتلاقي كتير قوي ناس اجانب تحديدا تلاقيه قاعد كده مثلا في المطار مستني، قاعد في المواصلات راكب المترو فاتح كتاب معين بيقرا فيه معلومة جديدة، كتاب علمي ولا آخره، بيطور نفسه. فبلاش تضيع وقتك في الكلام الفاضي اللي مش بيأكل عيش، وخلي معاك دايما كتاب أو وسيلة تعليمية عشان تستغل أي فرصة انتظار تظهر كده في يومك المليان ده بالمشاغل. استغلالك لكل دقيقة هيفرق معاك جدا، وهتلاقي نفسك بقيت واحد تاني، والناس هتستغرب ازاي انك انت بقيت شاطر كده في وقت قليل كده وبمجهود بسيط كده. فما تسيبش اي لحظة تعدي من غير ما تستفيد منها ابدا ابدا، وحاول تخلي معاك دايما وسيلة تخليك تلم معلومات جديدة في وقت فاضي. استثمار الدقايق دي بيراكم نجاحات كبيرة قوي ومؤثرة. فخليك دايما كده معلم، واعرف ان الوقت
اللي بتضيعه في الهوا ده هو الوقت اللي بيصنع الفارق بين الناجح وبين اللي بياكل عيشه بالعافية كده وشقيان قوي. رابع حاجة، اعرف ازاي تقول لا في وقتها. مش كل اللي يطلب منك حاجة تقول له حاضر حاضر عشان ما تزعلش حد وتيجي على نفسك. لا، قول لا، قول لا بذكاء للي بيعطلك ويضيع وقتك كده المهم في حاجات مش هتضيف لرصيدك اي حاجة. دي مش قلة ذوق يا بيه او نفسنا، لا، ده تقدير لنفسك ولعمرك اللي مفيش منه غير نسخة واحدة بس، مفيش نسخة تانية. الناس يا بيه هتحترمك لما تعرف ان وقتك غالي قوي ومش مشاع لأي حد عشان يعني يملى وقته بيك انت. فخليك حازم في قراراتك وما تقلقش، اللي بيحبك بجد هيقدر خصوصيتك وتوقيتك، واللي بيدور على مصلحته بس خليه على جنب وما تشغلش بالك بيه أبدا. الرفض في وقته المظبوط ده مهارة أساسية يا بيه لأي حد عايز ينجح في حياته، وأي حد عايز يحقق توازن حقيقي بين شغله وبين حياته الشخصية والاجتماعية. فما تخافش أبدا من زعل الناس لو كان طلبهم بيعطلك عن أهدافك الأساسية، لأن الحفاظ على وقتك هو أولوية قصوى لا غنى عنها لأي حد بيطمح للنجاح الحقيقي. فخليك دايما حازم في اختياراتك وما تقلقش، لأن الناس المحترمة بجد هتقدر خصوصيتك كده وتحترم وقتك ومجهودك. فما تسمحش لحد كده إنه يسحبك كده بسكته. خامس حاجة، راجع حساباتك كل أسبوع. كل يوم جمعة كده اقعد مع نفسك كده جلسة عرب وشوف ايه اللي عملته وايه اللي انا عطلته كده خلال الاسبوع ده. الوعي بطريقة استهلاكك للوقت ده المفتاح اللي بيخليك تسيطر على حياتك بالكامل وتعرف مين اللي بيسرق يومك. فاعرف ايه اللي بيعطلك ووقفه عند حده، وكافئ نفسك على الحاجات اللي انت انجزتها عشان تستمر في التحسن والنمو. المراجعة اللي انت بتعملها دي هي اللي بتخليك تظبط كده طريقك، وبتخليك كده تتجنب الوقوع في نفس الغلط تاني. فخليها عادة كده أسبوعية ثابتة في يومك، وهتلاقي إن حياتك ابتدت تاخد شكل أفضل، وإنك بقيت أكتر قدرة على اتخاذ قرارات صحيحة تخدم أهدافك كلها وتطويرك. فاستغل الهدوء ده في نهاية الأسبوع بتاع الويك اند بتاعك عشان ترسم خطة للأسبوع اللي بعده، وتتأكد إنك أنت ماشي في الاتجاه المظبوط اللي بيخدم أهدافك الكبيرة وما بيضيعش مجهودك وتعبك في حاجات تافهة عبيطة كده أو حاجات ملهاش قيمة. المراجعة المستمرة دي هي سر الاستمرارية، فاوعى تتجاهل الخطوة دي، خطوة مهمة قوي عشان تشوف نتيجة حقيقة على المدى الطويل. انت كنت بتضيع وقتك في ايه؟ احنا اتفقنا الدقيقة اللي بتضيع بتتحول بعد كده لساعات تجمعها. فلازم تكون واعي. نصيحتي ليك، بلاش بكرة ده مشكلة، ابدأ من النهاردة. نمرة 2، اخرج من الواقع الافتراضي وعيش دنيتك دي بجد. 3 حاجة، صحتك هي راس مالك فحافظ عليها. 4 حاجة، صفي اللي حواليك كده بالناس الطموحة عشان تطلع زيهم. سجل أفكارك دايما في نوتة جنبيك كده عشان الدنيا ما تنساهاش. اصحى بدري، البركة دايما في الصحوان بدري. اتعلم كل يوم حاجة جديدة في شغلك، تكة جديدة كده، تركة جديدة في شغلك. خليك راجل صادق مع نفسك ومع غيرك. وقتك مع أهلك ده أمانة، اوعى تأثر فيه. 10 حاجة، ركز في مسارك وسيب الناس في حالها.
في النهاية اللي أنا عايز أقوله لك في الآخر إن حياتك دي هي عمرك، وكل دقيقة بتعدي بتاخد من رصيدك، أنت بتخلص ساعتها. فما ترميهاش أبدا في الأرض الدقيقة دي، العالم مش بيستنى حد، فخليك أنت اللي ماسك الدفة. ابدأ دلوقتي كده، خد قرارك وخليك حريص على كل ثانية، وهتلاقي والله حياتك دي اتغيرت 180 درجة. العيشة بوعي هي اللي بتفرق بين الراجل اللي ساب أثر وبين اللي عدى كده من الدنيا من غير ما حد يحس بيه ولا ياخد باله كده بيه. فأنت باختياراتك كده دلوقت بتكتب تاريخك، فخلي تاريخك مشرف. خد بالك كل دقيقة بتعدي بتاخد من رصيد عمرك. تحياتي لكم ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.